حلقة جديدة بتيجي لمنيها. أهلا بكل مشاهدينا. هفضل أقول وهفضل أعيد كل مرة في كل بداية حلقة، البركة في الشباب. لو عايز تبني صح ابتدي بالشباب. لو عايز ناس تديك مجهود اللي انت عايزه هم الشباب. لو عايز ناس كلها طاقة وكلها أمل هم برضو الشباب. الرئيس قال ان السنه دي 2016 هو عام الشباب، ومن ساعه ما الرئيس قال كده ولقينا مجموعه من الاجراءات والمجموعات اللي ابتدت تتشكل بالفعل لدعم الشباب ولانشاء حوار وطني مع الشباب. النهارده ضيفتنا منورانا ومشرفانا دكتوره اماني سعيد شبل، معاون رئيس جهاز العبور. هنتكلم معاها اكتر عن حاجات كتير قوي خاصه بالشباب. اهلا بيكي يا دكتوره، منورانا. يا ربنا يخليكي. الله يخليكي. في البدايه عايزه اتكلم بس الاول ان تم انشاء منتدى للشباب، وتم في دعوه شباب من اماكن مختلفه للمشاركه في هذا المنتدى. احكي لي شويه كده التفاصيل عن المنتدى بحيث ان احنا نبقى عارفين وصلتوا لفين. طبعا هو بصراحه يعني مش عايزه فعلا اقول انه احنا كشباب ما حسيناش بوجودنا الفعلي اهميه الشباب ووجودهم، وكمان بالاضافه للبحث العلمي الا في عهد فعلا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بدأ فعلا الحاجات دي طبعا وفقا لتوجيهات سيادته للوزارات ولكل الجهات الحكوميه، هو ان فعلا بدأنا نحس بالاهتمام دوت من خلال اولا طبعا صدرت لينا قرارات معاونين سواء بقى للوزراء او لرؤساء الجهات المختلفه الحكوميه. طبعا كانت مبادره جديده ومن نوعها وفريده فعلا، وصدرت قرارات وزاريه بكده لينا. بالنسبه الحاجه الثانيه فعلا ان بدا يتوجه لينا دعوات للمشاركه في اجتماعات ومنتديات كتيره، هدفها ان هم بيشجعونا ان احنا دايما نبقى معاهم في المشاركه بقى، سواء في بحث المشاكل، اقتراح مثلا حلول او بدائل معينه، وكمان للاضافه اخيرا ان احنا ازاي نحط البدائل او المقترحات ديت لو في منها قبل التنفيذ في نطاق او في حيز التنفيذ الفعلي. فبالاضافه طبعا الى ان ضمن التوجهات ان احنا عندنا مثلا فعلا كوزاره اسكان او هيئه مجتمعات عمرانيه، الرؤساء بتوعنا بيوجهونا طبعا وفقا برضو لاتجاهات كتيره جدا لرفع قدراتنا ومهاراتنا، باعتبار ان هم بيدعمونا بكافه الاشكال سواء العلميه او التدريبيه او العمليه، لان احنا ناخد دورات تدريبيه في اماكن متخصصه وعلى اعلى مستوى. ده بالنسبه لنطاق الشباب بصفه عامه على مستوى الدوله فعلا، وزي ما بقول لحضرتك انا يعني ده على الواقع بجد مشاركتنا الحقيقيه. بالنسبه بقى طبعا لدورنا في منتدى الشباب اللي هو طبعا عايزه اقطعك ايه وعايزه اسال حاجه ثانيه. هخرج من قبل كلامي عن منتدى الشباب مع ان كان سؤالي عنه، وعايزه اسالك على حاجه ثانيه. فكره اعداد معاون للوزير دي فكره مستحدثه عندنا، هي موجوده في كل الدنيا لكن هي جديده عندنا. الفكره في حد ذاتها، وانت بالفعل يعني مارستي هذا الدور، كيف بيتم التعامل؟ كيف بيتم مش عارفه اقولها ازاي، خلينا نقولها ان احنا محطوطه فعلا، عارفه التفاصيل، عارفه كل ما هو المفروض يحصل، ولا هو منصب شرفي تكميلي لما قاله الرئيس وخلاص؟ لا، هو الحقيقه بجد ده يعني مش هضحك عليكي، احنا كشباب احنا لما اول ما اعلن الرئيس فعلا ان في تدعيم للقيادات الشبابيه ونزل اعلانات ان احنا نتقدم، وفعلا اللجان اللي امتحنتنا كانت على اعلى مستوى، وفعلا اختيارنا سواء انا او زمايلي كان فعلا نستحق هذه المناصب. مش هضحك عليكي ان فعلا اول ما تولينا هذه المناصب ما كانش لينا وصف معين لمهامنا، بس انا حسيتها انها تجربه جديده من حيث ايه، ان بدا رؤسائنا يسالونا انت تقدر تعمل ايه، وحسيتها ان دي بالنسبه لي انا كشاب او كشابه بمعنى اصح انه احسن لي. بمعنى ايه؟ انا ممكن كان اتحط في اختصاص معين، الاختصاص ده ممكن يكون اكبر مني فيخليني افشل، او ممكن يكون اقل مني فبالتالي مش ببين مهاراتي، بل بالعكس هو ادوكي هو الاتاحه ان انت تقدري تعرضي، انت تقدري تعملي، المفروض انت واعيه جدا للواقع، واعيه للمشاكل، وواعيه لايه هي الحاجات اللي ممكن تحليها في ضوء برضو المتاح. انت واعيه للواقع بناء على الاختبارات اللي تم اختياركم عليها، بناء اصلا ان انت اصلا ليكي خبره في الكارير اللي انت فيه. يعني حضرتك لما احنا قدمنا لما تم الاعلان، طبعا احنا اوريدي كان طبعا اقل حاجه ان انت تكوني بحد ادنى 10 سنين في مجال العمل، فطبعا في خلال 10 سنين دول تكوني عملتي محصله كويسه جدا من خبره، عندك تنوع.
فالمفروض قدرتي تحطي عناوين عريضه حتى للمشاكل اللي بتواجه المكان اللي انت فيه او كل المراكز اللي الواحد مر بيها. فاحنا يعني في ناس كانت بتقول لا ده المفروض كان يحصل العادي، تحط المناصب الاختصاصات ثم يتم اصدار القرار. لكن انا حسيت ان هو احنا بنتسال، فده نوع من انواع المشاركه في اتخاذ قرار. ما انا مش عايزه حد، يعني بصي حضرتك، هو احنا مش عايزين اللي قبلينا عملوا واحنا بنمشي على اللي قبلينا واللي قبلينا واللي بعدينا. لا، هو ده اتجاه جديد انا شايفاه كويس جدا، ان هو بيديكي فرصه زي مثلا ما الطفل المعين انت بتقدري تعرفي موهبه الطفل من طريقه تصرفه. فهي نفس القصه، كل واحد بيقدر يبين موهبته وقدرته على التحدي مع الواقع اللي هو فيه. لان ممكن مثلا يتحط لنا اختصاصات انا اقدر انفذها، زميلي في مكان تاني وفقا لظروف تانيه او مع ناس تانيين ما يقدرش، فبالتالي انت حكمتي على ده بالفشل وحكمتي على ده بالنجاح. فطبعا احنا الطلب مننا فعلا ان احنا نقترح ايه هي ادوارنا في ضوء المشاكل المحيطه بينا، وفعلا تم اصدار اختصاصاتنا في ضوء اقتراحاتنا اللي احنا كنا اقترحناها في الوقت ده. الحقيقه طبعا في نطاق المجال المعاونين بصفه عامه، احنا يعني حتى لما بحضر اجتماعات مع ناس سواء بقى على مستوى هيئه المجتمعات الجديده او في الوزارات الاخرى، في مقترحات جديده كتيره جدا احنا بنقترحها، بس احنا بنقابل يعني الحمد لله احنا رؤسائنا فعلا بيحاولوا يساعدونا بشكل جامد جدا. بس احنا لما بنيجي نصطدم بالتنفيذ بقى لان انت بتيجي تنفذي مع ناس كتيره، انت ما بتنفذيش مع رؤسائك بقى، انت بتنفذي مع الاتجاه التاني، فتبداي بقى تصطدمي بحاجات كتيره جدا. طبعا محتاجه برضو لسه وقت في التغيير شويه، ان انت اصلا تقنعي الناس اللي بتتعاملي معاهم بان فعلا يقبل وجود الشاب او المراه، لان طبعا برضو وجود المراه كان في الفتره اللي فاتت كان ضعيف، فان هو يقبلك كمراه او كشابه عايزه تحاولي ان انت تحسني، فهو بينظر لها نظره انه انت لا، انت مش جايه تعدلي عليا، انت مش عارف ايه. لسه ثقافه ان هو يتقبلك دول اللي هيجوا يتمرسوا علينا. الثقافه دي لسه فعلا ناس كتير يعني هو بصراحه في ناس بتشجعنا كتير جدا جدا، بس طبعا في ناس لسه مش متقبلانا، بيحاولوا يقولوا لا انتوا يعني انتوا جايين تغيروا، بالاضافه الى ان في ناس بتخاف اصلا من التغيير، يعني يجي يقول لك انا استقرار الوضع ده احسن بكتير من ان انا اعمل حاجه انا مش ضامن نتائجها ايه. طبعا في ناس كتيره برضو مشكله تناقل الخبرات بين الاجيال اللي هو اصلا احنا مش قادرين نعمله، ان كل واحد بياخد خبره معينه بيحتفظ بيها لنفسه وهو اصلا مش متعود ان حد يساله، فخلاص الناس كلها اتعودت ان انا اشتغل اطلع معاش اقعد في البيت، لكن مش قبل ما اطلع معاش مثلا ادي حصيله خبرتي للي بعدي وهكذا. دي المشاكل اللي بتقابلنا كمعوقات، واللي ان شاء الله فعلا احنا في سبيل تغييرها. لان الشغل مع الرؤساء عامل ازاي؟ يعني معاون وزير ده لو فكرنا فيها كده طبعا هو بيتم اعدادك لتكوني وزير، بعد كده ده التدرج الطبيعي. بيتم بقى التعامل ازاي بينك وبين رئيسك المباشر في العمل؟ يعني هو اكيد يعني بيتعامل معاكي بقى عارفه كل التفاصيل وبتتعاملوا بمزيد من التدعيم، ولا لا هو زي ما بقول لحضرتك هو فعلا رؤسائنا المباشرين سواء في يعني انا مثلا بالنسبه لجهاز العبور، سواء رئيسي المباشر في جهاز العبور او رؤسائي في الهيئه، فعلا بيحاولوا يقبلوا مننا اي مقترحات، حتى لما احنا بنيجي بنشتغل رسمي، لان طبعا في الاول وفي الاخر انا ممكن اتسائل انا ايه اللي عملته في الفتره اللي انا صدر ليا القرار لغايه تاريخه. بيتم فعلا اتخاذ الاجراءات اللي احنا بنقدر ناخدها، لكن زي ما بقول لحضرتك احيانا بنصطدم لان انا بقى لما هاجي انفذ انا بنفذ على ادارات اوريدي موجوده، مثلا عايزه اغير مثلا من هيكل تنظيم معين، عايزه اغير من اختصاصات معينه، عايزه اغير من اسلوب معين في اداء العمل، الناس كلها بتخشى ان هي تغير. فانت مضطره الاول ان انت تحاولي تفهمي الناس ان ده لمصلحتهم، وان ده مش معناه ان انا هاخد مكانك، لان برضو للاسف معظم الناس بتقلق حاجه زي كده. فانا بصراحه شايفه ان يعني هي تجربه جميله جدا جدا. الحاجات والاليات اللي بتتاح لينا عشان تدعمنا، سواء ان احنا نفسنا قدراتنا تترفع او ان هم بيهيئوا لنا البيئه اللي حوالينا للتنفيذ، دي مهمه جدا. بس طبعا اي حاجه جديده محتاجه وقت، خاصه زي ما حضرتك لسه بتقولي ان ما كانش ليها اي وجود سابق، يعني كلنا متعودين على المناصب القديمه، متعودين ان في حاجه اسمها وزراء، متعودين ان في حاجه اسمها رئاسه جمهوريه، متعودين ان في حاجه اسمها رؤساء، مش عارف ايه الهيكل التنظيمي العادي لاي جهه حكوميه. لكن المناصب دي مش موجوده طبعا رسمي في الهيكل التنظيميه، لكن ليها وجود تمهيدا لمناصب اساسيه. فلازم الناس تبدا تقتنع ان الحاجات دي فعلا موجوده حقيقيه، مش بروباجندا بالظبط، لان اجتماعي دي حقيقه فعلا، لان في ناس كتير زي ما حضرتك بتقولي انها مش مجرد دعايه اعلانيه، لا هم فعلا شباب موجودين، موجودين ورق وبتاع، لكن لا، هو دورنا احنا برضو كشباب التحدي بتاعنا هو ان حتى لو قابلتنا معوقات ازاي نقدر نذللها، لان طبعا لو الحاجه جات لك بالسهل طب يبقى انت دورك،
يبقى فدي طبعا احد هو في التحديات. عندنا مشكله كبيره في الجهاز الحكومي والجهاز الاداري، يعني هي دي بقى شغلتكم انكم تتصرفوا وتحلوا لنا بالظبط. المشاكل دي. فطبعا احنا بنحاول، وبرضه هنرجع نقول ان احنا لوحدينا مش هنقدر نعمل حاجه، يعني وجودنا مع تدعيم رؤسائنا اللي هو فعلا موجود، بس احنا محتاجين ان البيئه المحيطه لينا اللي هي اصلا هننفذ عليها التطوير والمقترحات بتاعتنا هي اللي تكون قابله للتطوير ده. فعشان كده انا يعني كنت دايما بقول ان احد الحاجات اللي احنا نتمنى انها تبقى موجوده، زي ما استحدثت مثلا دوله عربيه وزير للسعاده، وطبعا كلنا كنا مستغربين وكده. اعتقد ان احنا فعلا المفروض نستحدث منصب يكون هو المنصب ده على مستوى الدوله كله مسؤول عن التطوير والابتكار، وان لو فعلا فكره قابله للتطبيق وما اتنفذتش مين المسؤول عن عدم تنفيذها. ده كان هتبقى حاجه كويسه جدا، هتساعدنا احنا ان احنا نبقى هو الشباب يا جماعه بتفكر اهي فعلاً وبيحاولوا يطلعوا يعني. حاجات تانية مختلفه. فطبعا نفسنا، بس هو زي ما بيقولوا مشوار 1000 ميل بيبدا بخطوه، الخطوه بدات، فطبعا ان شاء الله يعني في امل احنا والاجيال اللي بعدينا، لان طبعا اكيد احنا هيبقى لينا فتره وهتعدي، وهنبقى احنا برضه في يوم من الايام جيل قديم، وهنبقى لازم ندي شغلنا للجيل اللي بعدينا. فان شاء الله اتمنى طبعا ان احنا ربنا يوفقنا يعني. نرجع بقى نكمل كلامنا عن المنتدى تاني، قولي لي بقى قصه المنتدى. المنتدى طبعا احنا دعينا من قبل طبعا برعايه المهندس خالد عبد العزيز، طبعا وزير الشباب، كان من الناس اللي انا عن نفسي بحس ان يعني ما شاء الله هو بيعمل اكتر مننا احنا كشباب في تحركاته وفي نشاطاته والكلام ده كله. احنا بنحاول نتعلم منه فعلا بشكل مباشر في اجتماعاتنا معاه ولقاءاتنا. دعينا للمنتدى دوت باعتبار انه المنتدى اللي احنا طبعا لما حضرنا المنتدى عرفنا ان هو ليه كذا اتجاه، طبعا اتجاه خاص بالاحزاب السياسيه، واتجاه خاص اللي هي دعم او رفع مراكز الشباب والحاجات دي في مستوى المحافظات والاقاليم المختلفه، والجزء الخاص بينا احنا اللي هم المعاونين سواء الوزراء او رؤساء الجهات المختلفه. بحيث انه كان اول اجتماع معانا كان تعريفي لينا لايه هي المنتدى وفكرته، وان طبعا ان عام 2016 عام 2000 عام الشباب وفقا لتعليمات السيد الرئيس، وطبعا فهمنا الاتجاهات كلها، وان احنا في استراتيجي معينه المفروض تتحقق خلال اخر السنه، انه يتعرض ايه هي المعوقات او ايه هي الحاجات اللي بتقابل الشباب واقتراحاته للتنفيذ، وما منها قابل للتنفيذ يكون فعلا في حيز التنفيذ. بدأنا فعلا الاجتماعات كلها تتوالى في ان كان في اجتماعات لينا مع رؤساء الاحزاب السياسيه واعضائها، وقدرنا نعرف اللي ما كانش فينا يقدر يعني عنده باع في المعلومات الخاصه بالسياسه والاحزاب وكل واحد رؤيته ايه وفكرته ايه، فعلا قدروا يحققوا لنا الاندماج دوت. كان برضو احد المنتديات التجهيز لتعديلات قانون الاداره المحليه والانتخابات المحليه والكلام ده كله، واللي جاري طبعا اعتماده في الفتره الحاليه. اخيرا ما يخصنا احنا برضو ان هم حاولوا فعلا يستفيدوا بخبراتنا المتاحه كوزارات مختلفه، لان طبعا المعاونين كلهم على جميع الوزارات كنا بنحضر اجتماعات، فكنا من خلال المقترحات او المشروعات اللي بتقدم للمنتدى من خلال شباب مصر كله جمعوا المقترحات دي، طبعا ما شاء الله لقوها كتيره جدا. فقسمنا نفسنا مجموعات عمل 3 مجموعات علشان تتوائم يعني نوعيه المجموعات او نوعيه عملها تتوائم مع استراتيجيه التنميه المستدامه للدوله 2030. فكنا مجموعه البيئه والتنميه العمرانيه، مجموعه الخدمات الاجتماعيه، ومجموعه التنميه الاقتصاديه. تم توزيع المشروعات او المقترحات الخاصه بالشباب دي علينا وفقا لاختصاصاتنا، وفعلا تم دراسه ما هو قابل منها للتطبيق وما هو غير قابل. في حاجات فعلا اثبتت تطبيق كتير. احنا مثلا على مستوى مجموعتنا، انا طبعا وزاره الاسكان وهيئه المجتمعات كانت ضمن مجموعه التنميه العمرانيه، فكان احد موضوعاتها اللي اتعرضت علينا كان موضوع لشاب اسمه الاستاذ احمد هاشم، هو رئيس اتحاد الشباب سوهاج، كان بخصوص تدوير المخلفات، وكان مقدم دراسه جدوى في منتهى الجمال. انا عن نفسي بصيت فيها لقيتها متخصصه جدا، رغم ان هو ما كانش مختص في اعداد دراسه الجدوى، لكن بالنسبه لي كانت جميله جدا. فاحنا طبعا قضينا توصيات ان يبقى في ناس ترعاه بعد ما لقينا الموضوع قابل للتنفيذ، وان هو هيخدم وهيوظف طبعا ناس كتيره جدا في المنطقه اللي هو كانت منطقه اخميم الدراسه، ان هو هيشغل ابناء اسر كتيره، وطبعا بالاضافه الى الناتج البيئي الخاص من اعاده تدوير المخلفات، تجميعها وتدويرها، وجزء منها هيبقى اقتصادي.
فطبعا كنا بندعم له الدراسه ديت، وفعلا السيد الدكتور ايمن محافظ سوهاج تبنى الفكره بعد ما وزاره الشباب اوصت بان هي قابله للتنفيذ. تبنى المشروع وفعلا شكل لجنه تحت اشرافه، تحت اشراف سيادته، باعداد دراسه متخصصه اقتصاديه دقيقه عن هذا المشروع تمهيدا لتطبيقه. ده فيما يتعلق بالمنتدى. بالنسبه لي انا برضو طلب مني ان انا لو عندي افكار على المستوى القومي قبل للتطبيق. طبعا انا كان عندي فكره خاصه بالضريبه ضريبه التصرفات العقاريه، قدمتها برضو للمنتدى. ملخص الضريبه دي هو ان طبعا احنا معظم الناس كلنا حاسين ان بيتم فيه البيع والشراء في سوق العقارات بشكل جنوني جدا، ده بيؤدي الى ارتفاع اسعار العقارات. فلقينا ان لقيت ان معدل ضريبه التصرفات العقاريه هنا في مصر 2.5% معدلها، في حين انها بتوصل في دول عربيه ل 25 و30%. فقدمت مقترح بان احنا نزود معدل الضريبه ده. هتدفعي لنا ضرايب يا دكتوره؟ لا، ده ضريبه التصرفات. يعني لو انت عايزه تجري في العقارات لا، يبقى انت كده هندخلك في فئه ثانيه، بحيث ان انا اقدر اربط بين، يعني ربطت المعدل بفتره التصرف في العقار. فلو مثلا في واحد هيتصرف في عقار في اقل من 5 سنين، يبقى ده واحد تاجر، واحد عايز يستفيد، لان الفرق بين قيمه العقار من فتره للثانيه ما بيحصلش قدامها انتاج فعلي ملموس، فده اللي بيؤدي للتضخم في الاسعار. المفروض بقى في الحاله دي الناس دي نحجمها، لاني انا لو فضلت على هذا المستوى ده هيؤدي لارتفاع يعني هايبرتنشن عالي جدا، بحيث انه في الاخر يعني خلاص ممكن اقدر ما اتحكمش في الاسعار دي. فلو انا عملت ضريبه عقاريه، ضريبه على التصرفات، على الارباح الناتجه من البيع، في الحاله ديت هقلل طبعا التجار في العقارات. كان في مركز دراسات عرضتي عليه فكرتك؟ هو علشان أنا المفروض في حاجه لها علاقه بانكم ولا لا، هو انا مش هضحك عليكي، هو احنا طبعا كباحثين احنا بنعمل الحاجات دي في الابحاث وبنقدمها في مؤتمرات كتير وفي الكليه وفي الجامعات عندنا، بس طبعا كالعاده زي ابحاث كتيره برضو ما بتاخدش طريقها التنفيذي. لكن احنا لما جات لي فرصه من خلال منتدى الشباب فعلا، فحتى هو الدكتور المهندس خالد خد على عاتقه ان هو مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان، ان هم لان طبعا هو موضوع محتاج تشريع، يعني مش طبعا محتاج موافقه تشريعيه، فهم يعني بصراحه المهندس خالد عرض ان هو هيتفق مع الدكتور مصطفى بحيث ان هم يقدروا يعرضوا المشروع كاصدار تشريعي يعني. فطبعا بجد الضريبه دي لو عملت هنعمل اعاده توزيع للدخول بين الناس لصالح الفئات الفقيره والمتوسطه والمحدوده الدخل، بالاضافه الى انها همنع الاتجار اللي غير يعني. الشباب بيفكروا يا جماعه وبيحاولوا يلاقوا حلول. بالظبط. نورتينا يا دكتوره، اتمنى ان شاء الله خير وجودك معانا النهارده، وشكرا للاضافات اللي اضفتيها لنا. ميرسي يا فندم. خليكم معانا مشاهدينا، النص الثاني من حلقتنا برضه في شباب هيكلمونا اكتر عن الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده، خليكم معانا.